على الدم كيف احمد فيها صفر. يوم ضربوا موقس بالصواريخ ذاك الليله اول صاروخ وانا طلعت على الجبنه ويا هنيه ولد على بنتي وفرشوا لي نامسه يجي هنا دم عنده خمول ينام بتاع فرشه عنده لحم وما هلجي وقلبه وقر على ذلحته للصبح. قلت ذاك الليله ذلحته والله دخلتنا والولد مع ما غرتني عيني ولا شر عليه بالتفاصيل لدى في الجنه ما عاد معمل عنده صواريخ وين ذا يا وجه الله استالي اني اشتليت وطلع ورب يقول البس الولد في حضني. الدم ظل تعبان. لا والله لا لبست الولد وقلت بالنامسيه كذا وان الدم في الجو. اقسم لك بالله لا ترى الهواء شلت. قدام مطرح عند هنا تانكي نادر قلت ما بك شيء وتلك والله والبس الولد في حضني اعطينا الغرفه. والثاني جاء والولد يقول انا عليكم مش طايره انا خطي. والله وذلحت الصاروخ الثاني قالت ادفني يا جد قلت ابشر ما عاد شني والله ادفنت فيها يا ابوي ارجع يعني هباله ارجع له على الجب ونزل الشظايا تجي مثل الورث ببيع عن بيد الحجم. كل مسينا الصباح خذلنا في بيت الشريان بخيل في التلفزيون وانت قرح الصاروخ ندر الشظايا مثل الغربان. قلت وش ذي مثل الغربان؟ قالوا هذا الشظايا ذي تجي للبيوت منعني يتفرجوا عن مثل الورث الباب. والله طلع على الجب يا رجال الدم الداحش ما قالوا لها واخذ روحك سلمت زي ما شلك نزلك نادر. قلت قد استغربت الدم ما قد طقاتك العشمانه. والله يا جماعه والله اني اتفرج على التلفزيون ادخل والجهال يتفرجوا على الكراتين وذا الدم يدي ظهره مسند مثل ذا هاو يخيل معهم. هاو جيت انا قلبت على الحدث وندر ما هالتالي انتبهت له ورجعت قلت والله ما تقع اقل مني. شغلت الموت ولا عدت نفسنا ورب الكعبه.